السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. قبل فترة أطلقت إنفينكس نوت 30، كان جهاز خرافي جدا وضرب ضربة واضحة بالسوق. حاليا اجت حتى تختم الضربة مالتها بجهاز الأقوى بالفئة النوت 30 برو. جهاز راح يعطيك مواصفات فوق الممتازة مقارنة بالسعر. خلي يكون المقطع إن شاء الله راح تستفاد وراح تشتري هذا الجهاز، لأن الجهاز راح يغريك كمواصفات مقابل السعر. الجهاز راح يجي أول شي بسماكة 8.5 ملم ووزن 205 جرام. راح يكون مقاوم لرذاذ الماء والغبار ولعيار الاي بي 53، ويعتبر من ناحية تصميمية ومن ناحية المسك وكل هاي الأمور تعتبر حتى خامة التصنيع إنه الجهاز يعتبر ممتاز بالنسبة لفئته السعرية. من ناحية الشاشة راح تاخذ الشاشة هي خط أول وفوق الممتاز خلال هاي الفئة السعرية. أموليد 1 بليون كلر راح تدعملك الفول اتش دي بلس و120 هرتز، إنارتها توصل 900 نتس وحجمها 6.78 انش. والشاشة مثل ما قلنا تعتبر فوق الممتازة بهاي الفئة السعرية، وأنا أشوف أنه ما بيها أي عيب. من ناحية المعالج هو الأندرويد 13 وواجهة اكس او اس 13، والمعالج هو الجي 99. الأفضل بهاي الفئة أنا أشوفه معالج متكامل راح يعطيك 6 نانومتر، فاستهلاك بطارية أفضل. من ناحية الرام والذاكرة، جهاز الحجم مع رام 8 ومساحة 256 جيجا بايت، وتقدر تزود الرام إلى 8 إضافية من خلال الذاكرة الداخلية. من ناحية الكاميرات راح يجيك بكاميرا 108 ميجا بكسل أساسية، راح تعطيك تصوير هو الأفضل بالفئة، وكاميرا للدبث 2 ميجا بكسل وجاهز تصور لك 2K مع 30 إطار بالثانية. والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل فتحدثني بمود صفر. وحاليا من ناحية الكاميرات والمعالج والشاشة نشوف خلطة متكاملة بهاي الفئة السعرية. انتم لحد الآن ما متوقعين السعر شنو، نخلص المواصفات ونقول لكم شنو السعر. من ناحية أيضا الجهاز راح يجي مع سماعات ستيريو سبيكر معدلة ومضبطة من JBL العالمية للصوتيات غنية عن التعريف. راح تحصل أفضل تجربة صوتيات بهاي الفئة السعرية، وحتى بالفئة الأغلى ما راح تلقى هيك تجربة صوتية. من ناحية الشحن والبطارية أبد ما بخلط عليك، تعطيك 5000 ملي أمبير وشاحن سريع 68 واط، يفول لك 80% من البطارية خلال 30 دقيقة مقارنة بحجم البطارية، وبهاي السرعة ممتازة. والافضل انه يعطيك شحن لاسلكي 15 واط. شحن لاسلكي 15 واط بهاي الفئة السعرية يعني شيء يعني عجيب جاي يسوي انفليكس. من ناحية السعر، رام 8 مساحة 256 جيجا بايت، هاي النسخة الوحيدة المتوفرة بسعر $195. يعني هاي المواصفات كلها من ناحية بطارية، من ناحية سرعة شحن، معالج، شاشة، كاميرات، خلطة منافسة متكاملة. ما أشوف إنه أحد راح يقدر يغلب هذا الجهاز. ما رأيكم بالتعليقات؟ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نلتقي فيديو قادم.